اليوم ما غاديش نهضر على التليفون، غنهضر عليك انت. حيت الطريقه اللي كتسلك بها المحتوى هي اللي كتفضح شكون انت. حنا كاملين كنستعملوا التليفون، حنا كاملين كنستعملوا واحد المحتويات كنتفرجوا فيهم، ولكن كل واحد فينا وشنو المحتوى اللي كيتفرج فيه وشنو التاثير ديال المحتوى اللي كيتفرج فيه عليه. حيت كاين بزاف د الناس كيتفرجوا محتويات ما مزيانينش وكتاخذها بطريقه عاديه للترفيه، وكاين الناس اللي كتفرج محتويات مزيانين على حساب الاهداف ديالو وتحقيق داكشي اللي باغي يوصل ليه. بالنسبه الى كنتي كتستهلك واحد المحتوى اللي ضعيف، فعرف بان راك انت كتصنع واحد العقل اللي ضعيف، وعقل ضعيف كيساوي واحد النتيجه عقليه ولا النتائج اللي باغي توصل ليهم ما عمرهم غادي توصل ليهم بداكشي اللي كتفرج فيه ولا داكشي اللي كتاخذ من واقع التواصل الاجتماعي. الا كنتي واخدها بطريقه انها حاجه عاديه، فانها اكبر حاجه ماشي عاديه اللي تقدر تخرج عليك وتقدر تخرج على العقل ديالك باش ما تزيدش لقدام. فإلا كنتي كتستهلك واحد المحتويات اللي ضعيفه وما عندهم حتى قيمه عليك، بحال التفاهه، بحال السكرول كتسكرولي بدون هدف، بحال انك كتفرج في واحد الفيديوهات اللي قصار اللي سريعه على العقل ديالك، لانك كتفرز لك واحد الدوبامين سريع. بالنسبه لهاد الفيديوهات هادو ما يوصلكش واحد النتائج المزيانين. بالنسبه للنتائج اللي غادي تحصل عليها بالنسبه لهادشي اللي كتفرج فيه، هو واحد التشتت ديال التركيز، ضياع الوقت اللي هو اكثر حاجه كديرها اللي غادي ما غتخليكش تزيد لقدام، هي تضيع الوقت. لان حنا في هذا الوقت هذا زمن السرعه، ولكن في نفس الوقت الا ضيعتي الوقت عليك في شي حوايج اللي تافهه عمرك غادي تزيد لقدام. بالنسبه لهاد المحتويات هادو التافهين كتلقاهم طالعين ماشي بحيث انهم قويين، ولا بحيث انهم عندهم واحد الرساله كيوصلوها للناس ولا عندهم واحد الهدف من داك المحتوى اللي دايرين، ولكن الحقيقه هي ان عنده واحد الجمهور اللي ضعيف بزاف اللي كيتفرج في داك النوع ديال المحتويات. داكشي علاش كيطلع. ولا كنتي من هاد الناس عرف براسك بانك انت واحد المستهلك اللي ضعيف وكيستهدفك داك المحتوى بواحد الطريقه اللي بحال اللي كنقولوا غبيه. علاش؟ لانك انت كتفرج في واحد الحاجه بلا تعلم بلا قيمه. كيفاش غتتعامل مع داك المحتوى؟ واش غتفهم منه؟ واش غتستافد منه؟ واش غتطبقه على الحياه اليوميه ديالك؟ ولا كيفاش انت كتشوف داك المحتوى؟ واش غير كترفيه ولا لا؟ يعني الترفيه كاين عنده علاقات ايجابيه. من بعد نشرحوا الترفيه اللي كيكون ايجابي بطريقه زوينه والترفيه السلبي. ما علينا، الموضوع ديالنا عليك انت. قبل ما ندوزو للناس اللي كتستهلك محتويات اللي مزيانه واللي غتعاونهم ولا على حسب الاهداف ديالهم، بغيتك تسول راسك انت اللي كتستهلك هذا المحتوى هذا، واش هذا المحتوى هذا غيعاونك باش تزيد لقدام؟ واش غيعاونك تستافد منه بشي حاجه؟ واش غيعاونك انك دير بزاف ديال الحوايج تعلمهم من هذاك المحتوى؟ ولا شنو الهدف ديالك اصلا من داك المحتوى اللي كتفرج فيه؟ يعني انا اصلا عارف ان داك المحتوى ما عنده حتى هدف عليك، عنده فقط واحد التاثير على الدماغ، لان الدوبامين ديالك كيستهلك بواحد الطريقه اللي كبيره وبسرعه باش انك انت تبقى ديما محصور في ديك البلاصه ولا في داك المحتويات، لانهم هما اللي كيعطيوك واحد المتعه اللي وهميه ماشي حقيقيه. وداك الشيء علاش انت طايح في هذا المشكل هذا. يعني خصك تخرج وتعرف داك المحتوى واش غيزيد بيا لقدام ولا لا، ولا شنو النوع ديال داك المحتوى وعلاش انا داخل له كانني انت واحد المستهلك. الا كنتي كبير وعندك واحد العقليه، واحد الهيئه، واحد الصوره، ضروري ربطت هذا الشيء بداك العلاقات بداك الشيء اللي كتشوف فيه. لان الانسان كيولي ينسى الشخصيه ديالو والرجوله ديالو والهيئه ديالو فاش كيفكر، وكيولي غارق في داك الشيء بانه عادي، وكيولي من بعد انه حاجه عاديه ماشي حاجه اللي كتبعدو على الطريق اللي باغي يوصل ليها. وحتى اللي كان باغي يحقق واحد الاهداف ما كيحققهمش. علاش؟ لانه غارق بشي حوايج اللي ما عندهم حتى اساس بداك الشيء اللي باغي يدير هو. وفي نفس الوقت حنا عباره عن هرمونات، وداك الشيء ما بغيتش نطول فيه باش من نختصر لكم بزاف د الحوايج. لان انت ملي كتخدم بواحد الحاجه باغي توصل فيها، راه حتى الداخل ديالك، هرمونات ديالك، عقل ديالك كيخدم بواحد الطريقه مزيانه باش يخليوك دير داكشي، ماشي غير جسديا ولكن حتى في العقل ديالك، في الهرمونات ديالك الا وزنتيهم غتخدم مزيان. بالنسبه للمستهلك اللي كيستهلك المحتويات بوعي وكيعرف علاش كيستهلك واحد المحتوى اللي غيفيدو. على بالنسبه مثلا انا كندير السبور، كنستهدف واحد المحتوى ديال السبور، غنتعلم منه، غنفهم منه، غنختار واحد المحتوى اللي غيعاوني باش انني نطور من المهارات ديالي، من الكفاءات اللي عندي، غنتعلم منه. هذا بحد ذاته كيعطيك واحد الحافز، واحد العقل باش انك عقلك تيخدم من داك المحتوى اللي كتشوف باش يعاونك باش تزيد لقدام وباش تفكر بطريقه مزيانه، ماشي كتبقى غير حابس الفكر ديالك وغير كتفرج غير كتستهلك. يعني كتولي تتكون
كتستجب معاه في داك الشيء اللي كيقول لك، كتحاول تخرج افكار حتى انت، كتحاول انك تفكر، كتحاول انك تطبق، يعني كدير واحد الحاجه زوينه. هذا بالمحتوى اللي الناس ديال السبور كاينين بزاف ديال المحتويات زوينين، قرايه، ديال تطوير الذات على حساب انت شنو باغي. المهم على الاقل دوك الناس كيسلكوا واحد المحتويات اللي مزيانين واللي غادي تفيدهم واللي غادي تعاونهم باش يزيدوا لقدام. وباش نختموا هذا الفيديو هذا، الا كنتي انت كتفرج في واحد المحتويات تافهه، عرف بان راه هذيك ماشي حاجه عاديه، حيت كاينين بزاف الناس اللي ما واعيينش بها اصلا، كيحسبوا هذيك راه حاجه عاديه وهي ماشي حاجه عاديه، انها كتضرو وما كتستافد منها حتى شي حاجه، وفي نفس الوقت كتنقص له من الرجوله ديالو، من العقليه ديالو. لانك انت الا كنتي كتربط داك الشيء بالعقليه ديالك وبالرجوله ديالك، فراه ما غاديش تفرج في داك الشيء. حيت كاين واحد الناس هاربين في الليفل، ماشي كيتفرجوا غير في سكرول عادي ولا كاينين الناس كيتفرجوا في مواقع اباحيه بزاف ديال الحوايج، من وراها كيمارسوا عاده سريه وكيديروا بزاف ديال الحوايج. يعني انت هنا غتعرف بلا راسك بان انت كدير واحد كونتاك مع داكشي اللي كتفرج فيه بطريقه غير ايجابيه، بطريقه سلبيه، وفي نفس الوقت يعود على الشخصيه ديالك وعلى الرجوله ديالك. هذا الموضوع هذا مهم بزاف، لان ما كرهتش اي واحد يتفرج في هذا الفيديو هذا باش يفهم اكثر دوك الناس اللي ما فاهمينش هذه القضيه هذه، وكاين اللي ما فاهمينش بوعي. ما علينا. المهم هذا الفيديو اللي درته بحيث كاين بزاف الناس ما واعيينش بهذا الشيء، وكنتمنى اي واحد يشوف هذا الفيديو هذا يخلي واحد كومونتير زوين ويدير متابعه للقناه. وان شاء الله مازال غنهضر على بزاف ديال الحوايج اللي الناس ما دارينش بها واللي ما عارفينهاش، وخصوصا على المحتوى ديال السبور ديالي، كيفاش دير تريني والى اخره. ان شاء الله الا بغيتوا هذا الشيء هذا غادي نديرو، حيت كاينين بزاف الناس كيطلبوا مني كيفاش ندير نتريني، كيفاش ندير بزاف د الحوايج. ومهم ما نطولش عليكم بهذا الفيديو هذا، تنشوفوا فيديو جاي ان شاء الله.